مشاهدينا الأفاضل، أهلا ومرحبا بكم من نشرة أخبار الفضائية الإريترية لهذه الفترة. يصحبكم فيها محمود عبد الله بكفاح، والتي نستهلها بأهم وأبرز العناوين. شفاء 4 مواطنين من فيروس كورونا اليوم. سلطة الغابات والحياة البرية في الأقليم الأوسط تغرس أكثر من 70,000 شتلة من شتول الأشجار. برامج حماية التربة وحفظ المياه تحقق نتائج جيدة. مسلحون يختطفون أكثر من 100 من الطلاب والمعلمين بشمال غرب نيجيريا. وفرنسا وألمانيا تدعوان إيران لاستئناف المفاوضات فورا. الأمم المتحدة تحذر من تغير المناخ في الشرق الأوسط. مرحبا بكم من العناوين إلى التفاصيل. أعلنت وزارة الصحة بأن 4 مواطنين كانوا يتلقون الرعاية الصحية في مستشفيات الإقليم الأوسط تم شفائهم من فيروس كورونا، وبهذا بلغ عدد المصابين بفيروس كورونا في البلاد حتى الآن 6642. شفي منهم 6594 وتوفي 36 بالوباء، فيما لا يزال 10 مرضى يتلقون العلاج في المستشفيات. وزارة الصحة 2 من سبتمبر 2021. صرحت سلطة الغابات والحياة البرية في الإقليم الأوسط بأن أنشطة النفير الجارية ابتداء من يوليو الماضي بمنطقة مايدمنت والمتمثلة في التشجير وإصلاح مجاري المياه ساهمت في غرس أكثر من 70,000 شتلة وتشييد المدرجات في أكثر من 100 هكتار. وأوضح خبير تنمية التشجير في السلطة سيد ميكائيل أبراهام نجاح أكثر من 95% من تلك الشتول ووجودها في وضع جيد. وذكر السيد ميكائيل بأن المشاركين في العمل من المؤسسات الحكومية البالغ عددها أكثر من 19 مؤسسة، والجمعيات النضالية وتنظيمات الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة، وطلاب الحملة التنموية الصيفية ينفذون أعمالهم بنجاح في الموقع المخصص لهم. وقد نظم أعضاء شركة توتال إريتريا في منطقة مايدمنت في 2 من سبتمبر ضمن الحملة الخضراء أنشطة تشجير واسعة وبرامج حماية التربة. وأوضح المدير التنفيذي لشركة توتال إريتريا بأن تأمين السلامة وحماية البيئة من المهمات الرئيسية لشركتهم، وسوف يقومون بمتابعة أنشطتهم التنموية حتى تبلغ المستوى المنشود. من جانبهم قال منسق النفير بأنهم ينشطون في أعمال التشجير وإصلاح مجاري المياه ابتداء من 28 من أغسطس بالعمل يومين في الأسبوع، وسوف يواصلون أعمالهم بوتيرة متسارعة ونشطة. في غضون ذلك قام أعضاء جمعية عوت الخاصة للباصات بغرس 350 شتلة وتشييد المدرجات في مساحة 460 مترا. حققت برامج التشجير وحماية التربة وحفظ المياه التي نفذت في محمية عرزة قبل عامين نتائج جيدة، ووفق المعلومات التي أدلى بها مكتب الزراعة في المديرية فقد نجح التين الشوكي الذي تم قرصه عام 2009 بواسطة سكان منطقتي حسينة وعرزة بنسبة 85%، وظل يساهم في استقرار البيئة وإمداد المواطنين والحيوانات بالغذاء. وأوضح خبير حماية الأشجار والحياة البرية في المكتب السيد فؤاد ولد يوهنس بأن تين الشوك المغروس في حوالي 20 هكتارا استجلب من منطقة السجنيتي وبات يؤتي ثماره الآن. كما غرست أشجار متنوعة هذا العام في المحمية بواسطة المواطنين والطلاب وعمال مؤسسات المرافق الخدمية، مما ساهم في إثراء التنوع الأحيائي. ودعا مكتب الزراعة في مديرية عرز المواطنين وأصحاب المواشي إلى ضرورة حماية المحمية من الإنسان والحيوان لتنمو الأشجار بشكل جيد. صرح أعضاء جمعية الصناعات التعاونية لصيد الأسماك في مديرية الدخالة بأن أنشطة الصيد الجارية في سد سمومو ظلت تحقق إنتاجا وفيرا. وأوضح رئيس الجمعية السيد عندي ولد يوهنس بأن سد سمومو يقدم في هذه الفترة خدمات جيدة للمواطنين كتوفير المياه الصالحة للشرب وسقي البهائم وتنمية البساتين، بالإضافة إلى دوره البارز في إنتاج الأسماك خاصة لسكان القرى الواقعة حول السد. وذكر السيد عندي بأن وزارة الثروة البحرية ساعدتهم في الاستفادة من ثروات مناطقهم بتربية أسماك المياه العذبة وتوفير الشباك وزوارق الصيد، مشيرا إلى حصولهم على دورة تأهيلية حول أساليب صيد الأسماك وطرق إعداد وجبات الأسماك، بالإضافة لمدهم بمعلومات عامة حول الأسماك ومواسم الإنتاج بالانضمام تحت الجمعية التعاونية لصيد الأسماك. وأضاف السيد عندي بأن قلة أدوات العمل وحفظ الأسماك من التحديات الرئيسية، وناشدا الجهات المعنية لمنحها الاهتمام الأكبر. من جانبه أشار أعضاء الجمعية إلى أنهم ينشطون وفق المعارف المكتسبة من الدورات، مناشدين الجمعية
وخاصة الأمهات لتأمين التغذية السليمة لأسرهن بالاستفادة من الفرص المتاحة في المنطقة. بدوره قال خبير رقابة جودة الأسماك في الإقليم السيد عقباي هيلي بأن الأسماك المنتجة في المياه العذبة تتميز بفوائد اقتصادية كبيرة وتوفر التغذية السليمة، مؤشدا بجهود المستفيدين لإنجاز أهداف وزارة الثروة البحرية في مجال تنمية الأسماك بالسدود الكبيرة. هذا وقد تأسست جمعية صنعت لصيد أسماك المياه العذبة في ست سممو، والبالغ عدد أعضائها 17 صيادا، تأسست عام 2018. نظمت إدارة الإقليم الأوسط اليوم احتفالا بمناسبة اليوبيل الألماسي لانطلاق الكفاح المسلح، اشتمل على عدد من الفقرات الفنية والثقافية. وقد عكس البرنامج الذي قدم في إدارة الإقليم الأوسط لأكثر من 3 ساعات النضال المرير الذي خاضه الشعب الإريتري لنيل حريته، والثمن الغالي الذي دفعه ومؤامرات الأعداء وتصدي الشعب الإريتري لها، وكذلك تنفيذ أمانة الفاتح من سبتمبر وعروض ثقافية ودراما ومسرحيات موسيقية وقصائد شعرية وألحان غنائية. وفي الكلمة التي ألقاها مسؤول الثقافة والرياضة في الإقليم الأوسط السيد أندرياس سمروم، ذكر فيها بأن الفاتح من سبتمبر تبرز رفض الشعب الإريتري للاستعمار والاضطهاد، وأن الشعلة والشرارة الأولى التي أطلقت من جبل أدال تحملنا مسؤولية مضاعفة دوما لتنمية بلادنا وحماية سيادتها الوطنية. هذا وقد شارك في تقديم الفقرات الفنية كوكبة من الفنانين والشعراء. مشاهدينا الأفاضل، كانت هذه الأخبار الداخلية. فاصل قصير ونوافيكم بالأخبار العالمية، ابقوا معنا. مرحبا بكم. على الصعيد العالمي، اختطف مسلحون أكثر من 100 من الطلاب والمعلمين بمدرسة ثانوية حكومية في ولاية زامفارا الواقعة شمال غرب نيجيريا. وكشف شاهد عيان أن المسلحين اقتحموا مبنى المدرسة في أثناء اليوم الدراسي، وبدأوا في إطلاق النار بشكل عشوائي ليختطفوا فيما بعد أكثر من 100 طالب وعشرات المدرسين. وأشار الموقع الإخباري إلى أن الشرطة وحكومة الولاية لم تؤكد وقوع الحادث حتى الآن. وكانت حوادث اختطاف الطلاب قد تكررت في ولايات نيجيرية مختلفة في الآونة الأخيرة، وغالبا ما يكون ذلك بدافع الحصول على فدية. يذكر أنه قد أطلق مسلحون نيجيريون سراح نحو 100 تلميذ كانوا قد اختطفوهم في 30 من يوليو الماضي ضمن 136 من منتسبي مدرسة قرآنية في تاجينا بولاية النيجر شمال غرب البلاد، بحسب ما أعلن عنه مدير المدرسة أبو بكر الحسن. دعت كل من فرنسا وألمانيا إيران لاستئناف المفاوضات بشأن الاتفاق النووي فورا، فيما طالبت طهران الدول الأوروبية باتخاذ مواقف بناءة إزاء الملف. بدورها طالبت إسرائيل بخطة بديلة للاتفاق. وبعد محادثة هاتفية جمعت وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان بنظيره الإيراني الجديد حسين أمير عبد اللهيان. قال متحدث باسم الخارجية الفرنسية أن لودريان شدد على أهمية الاستئناف الفوري للمفاوضات التي علقتها إيران منذ يونيو. وأعرب لودريان أيضا عن قلق فرنسا إزاء كافة النشاطات النووية التي تقوم بها إيران في انتهاك لهذا الاتفاق وفق تصريحات المتحدث. في الوقت نفسه قالت وزارة الخارجية الألمانية نناشد إيران بقوة للعودة إلى طاولة المفاوضات بشكل بناء وفي أسرع وقت ممكن. بدوره طالب وزير الخارجية الإسرائيلي بخطة بديلة للاتفاق النووي، رغم ما كشف عنه موقع إكسيوس من تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بعدم انتقاد العودة الأمريكية إلى الاتفاق. ازدادت الكوارث الناجمة عن رداءة الطقس والمناخ على نحو كبير على مدى السنوات ال50 الماضية، وتسببت في إحداث المزيد من الأضرار، إلا أن عدد الوفيات تراجع بفضل تحسن أنظمة الإنذار، وذلك وفق ما أفاد به تقرير عرضته الأمم المتحدة. وبناء على أطلس المنظمة العالمية للإرصاد الجوي الذي يحصي عدد الوفيات والخسائر الاقتصادية الناجمة عن الظواهر الجوية والمناخية والهيدرولوجية الشديدة، فقد تضاعفت هذه الكوارث 5 مرات خلال الفترة ما بين عام 1970 وحتى عام 2019. وفي هذا الصدد قال الأمين العام للمنظمة الأممية بيتيري تالاس أن الشرق الأوسط هو أحد النقاط الساخنة في جميع أنحاء العالم، وأن منطقة القطب الشمالي ثم منطقة البحر الأبيض المتوسط هما المنطقتان اللتان تعرضتا لتغير مناخي أكثر مأساوية من أجزاء أخرى من العالم. كما أشارت هالاس إلى الارتفاع غير المسبوق لدرجات الحرارة هذا الصيف، والتي بلغت 48.8 درجة جنوب إيطاليا، قائلا أن طقس المنطقة في المستقبل سيكون أكثر سخونة وجفافا، وسيؤثر سلبا في مخزون المياه والزراعة والسياحة.
في الخبر الأخير أمضت جين بوتشين السنوات الأربعة الأخيرة من حياتها وهي تحاول إثبات أنها على قيد الحياة بعد أن أعلنت محكمة فرنسية وفاتها عام 2017 مطالبة زوجها وابنها بدفع مستحقات مالية. بدأت هذه الأحداث عندما تلقت العائلة رسالة قبل 4 سنوات من محكمة فرنسية يطالب فيها موظف سابق لجين تسديد مبالغ مالية. وتشعر جين بالخوف من مغادرة المنزل بسبب عدم امتلاكها بطاقة هوية صالحة أو رقم ضمان اجتماعي لتلقي الرعاية الصحية، وتنتظر جين بفارق الصبر عودتها إلى الحياة. هذا وتعاني جين من مجموعة من المشاكل الصحية والأمراض المزمنة، كما فقدت معظم أسنانها ولم يتبقى لديها إلا 6 أسنان. مشاهدينا الأفاضل، في نهاية النشرة إليكم تذكير بأبرز ما جاء فيها من عناوين. شفاء 4 مواطنين من فيروس كورونا اليوم. سلطة الغابات والحياة البرية في الإقليم الأوسط تقرص أكثر من 70,000 شتلة من شتول الأشجار. برامج حماية التربة وحفظ المياه تحقق نتائج جيدة. مسلحون يختطفون أكثر من 100 من الطلاب والمعلمين بشمال غرب نيجيريا. فرنسا وألمانيا تدعوان إيران لاستئناف المفاوضات فورا. الأمم المتحدة تحذر من تغير المناخ في الشرق الأوسط. مشاهدينا الأفاضل، بهذا نكون قد وصلنا بكم إلى نهاية النشرة. شكرا على حسن المتابعة، دمتم بألف خير.